ضربتين جزاء على النادي الاهلي، البنا ما بيحسبهمش عشان يوصل الاهلي للنهائي في كاس السوبر ان شاء الله. طبعا كلام فاكس جدا لو تيجي تبص عليهم. في اللي قال لك ده اوف سايد، في اللي قال لك كلام كتير جدا. يا جماعه افهموا كوره شويه وافهموا القانون بتاع كره القدم. اول واحده بتاعت ياسين مرعي، ياسين مرعي ديت خبطت في رجل بين رمضان، عكست اتجاهها، وياسين مرعي حط ايده ورا ظهره ساعتها. دي برضو ما تتحسبش عشان خاطر اللي هي عكست اتجاهها وفيها كلام كتير. الكره التانيه بتاعت كوكا، دي خبطت في رجله وبعد كده خبطت في ايده، وكانت بعيده عن المرمى، يعني مش موجهه للمرمى عشان خاطر تبقى فيها فرصه وفيها خطوره. فده القانون بيقول لك كده، فعشان كده البنا ما رجعش للفار. فايه التطبيل بقى وايه الهيجان ومش عارف ايه. طب تيجي نبصوا بقى على كوره احمد اسماعيل بتاع الزمالك في الدقيقه 25. ده طحن الولا، ركب في الولا برجله الاثنين. ايه ده؟ ايه ده؟ ضربه جزاء وطرد في الدقيقه 25 عديناها. طب انتوا ما اتكلمتوش عليها ليه؟ وصلتوا بمجهودكم؟ ده انتوا اتبهدلتوا من بيراميدز، تقولوا لي وصلتوا بمجهودنا؟